بعد هزيمة الزمالك امبارح من المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة هي الأسوأ تحكيميا، مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيان. طبعا مش عاجبه اللي حصل في مباراة الزمالك والمصري. البيان ده فيه 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة لما بعد لقاء فاركو. يعني الزمالك بيقول أنا ليا 4 طلبات لو عايزين نكمل معاكم الدوري، مش هتحققوا ال4 طلبات دول مش مكمل الدوري. كلام واضح وصريح. أول طلب للزمالك بيقولوا نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماما. كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة لنادي الزمالك على أن يتم اختيارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حال وجود تربص أو تعمد. ده أول طلب نادي الزمالك، تحقيق عادل في اللي حصل في المباراة والمخالفات التحكيمية والجون اللي ما اتحسبش. طيب الطلب ده هيتوافق عليه ولا مش هيتوافق عليه؟ أنا وجهة نظري مجلس اتحاد الكورة مش هيوافق عليه ولا هيوقف الحكام اللي هو بيتكلم عليهم. أنا بقول لك كده مش هيوافق. ده أول حاجة. تاني طلب، الزمالك لن يشارك يعني في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول وفقا للترتيب المنطقي بعيد عن التدخلات الشخصية. يعني من الآخر المفروض الزمالك هيقابل فاركو يوم الجمعة، وبعد كده هيقابل الأهلي في الدور الثاني يوم الثلاث 25/6. الأهلي أساسا ما لعبش بيراميدز لا دور أول ولا دور ثاني، وبالتالي معنى كلامهم إن إحنا هنلعبوا ماتش فاركو، لكن ماتش الاهلي مش هنلعبوه غير لما الاهلي يلعب الماتشات المؤجله ليه، ماتش بيراميدز. طب ده هيتم ولا مش هيتم؟ برضه من وجهه نظري الكلام ده مش هيتم، لان الماتش يوم 25/6 الثلاث اللي هو اللي جاي، خلاص الاسبوع الجاي زي النهارده. وكمان اتحاد الكوره امبارح طلع بيان ان الاهلي طلب حكام اجانب ووافقين على الطلب بتاعه. يعني معنى كده ان الحكام الاجانب خلاص اتفقنا عليهم وجايين، والماتش 25/6 ومفيش تغيير. فالطلب التاني بتاع الزمالك برضه هيترفض. تالت طلب، انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد الكورة ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل. يعني احنا مجلس إدارة الزمالك عايز لجنة خارج مجلس اتحاد الكورة، لجنة محايدة. مستحيل يجيب لك لجنة محايدة. فالطلب ده برضه مش هيتوافق عليه. ما انا اتحاد الكوره شايف نفسه ان هو محايد وان هو ما بيظلمش حد وان هو حيادي وكويس، هو عمره ما يجيب لك لجنه محايده. فالطلب الثالث ده برضه مش هيتوافق عليه. رابع طلب بقى بيقول ان تكون مباراه فاركو المقبله هي المباراه الاخيره لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقيه حتى نهايه الدوري، بشرط ان يتحقق فيها جميع مطالبنا السابقه. انا شايف ان البيان ده هو بيان قوي وكل حاجه، بس هو كان معمول لتهدئه جماهير نادي الزمالك الغاضبه من ماتش الزمالك والمصري اللي الزمالك اتغلب فيه بسبب اخطاء تحكيميه فجه وواضحه للكل. لكن مجلس اداره الزمالك انت طلعت بيان، هل انت هتلتزم بيه؟ هل هتقدر تضغط؟ مش هتقدر تضغط. ليه؟ لان انت ظهرك ما فيهوش اعلاميين زي اعلاميين الاهلي. البيان ده طلع قبل كده من الاهلي وكل الاعلاميين اون سبورت، احمد شوبير وسيف زاهر والناس كلها وقفت مع الاهلي ولازم الاهلي ياخد حقه ولازم مطالب الاهلي تتحقق، وفعلا مطالب الاهلي اتحققت. لكن انت كزمالك المطالب دي هتتحقق؟ طب لو النهارده قال لك مش محقق المطالب دي وعندك ماتش يوم الثلاث الجاي مع الاهلي، هتعمل ايه؟ انت طلعت البيان 100 طيب ما نفذلكش المطالب، هتعمل ايه؟ هتنسحب؟ هتقدر تنسحب؟ هتقدر تصر على موقفك وتعمل اللي انت شايفه صح ولا مش هتقدر؟ انا شايف ان المطالب عادلة، لكن الزمالك مش هيقدر يضغط على اتحاد الكورة لان ما عندوش ظهر اعلامي قوي زي قناة اون سبورت، وبالتالي اعتقد ان الزمالك يعني هيبقى فيه شد وجذب والموضوع هيعدي بدون اي حاجة. خليكم فاكرين الكلمتين دول.